مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نحضر وصفة المهلبية بالبسكوت، طيبة وسهلة وخفيفة. نبدأ بالمهلبية. بنحتاج نص كاس سكر، نص كاس طحين، ربع كاس نشا، ولترين حليب. بنحركن على البارد منيح وبعدها بنحطن على النار وبنستمر بالتحريك حتى يتقل القوام. هلا هون مثل ما شايفين تقل القوام. رح اطفي النار واضيف معلقة زبدة كبيرة وظرف فانيليا ورح احركن منيح حتى تذوب الزبدة. بالخطوة الأخيرة بنضيف ظرف كريمة شانتيه وبنخفق 5 دقايق بالمضرب الكهربائي. لتجهيز طبقة البسكوت بنحتاج 1.5 علبة من البسكوت السادة المطحون. نضيف عليهم معلقتين كبار من الزبدة الدايبة وبخلطهم مع بعض منيح. ورح ابدأ اوزع البسكوت على الكاسات. بحاول رصهم شوي وظبط شكلهم، او فيكم تحطوهم صينية واحدة اذا بتحبوا. هلا بنوزع طبقة المهلبية وبنتركهم يبردوا منيح برا البراد وبعدها على البراد ساعتين. بعد ما بردوا صار وقت طبقة الجيلي. بنحتاج ظرف جيلي وكاس مي مغلي. بنحركهم منيح ليدوب بشكل كامل وبعدها بنضيف كاس مي بارد. فيكن نضيفوا كمان فواكه موز او فريز. وبوزع اخر طبقة بهالشكل ونتركهم 4 ساعات بالبراد قبل التقديم. وصحتين وهنا.